ازيكم يا رجالة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا رب وفي احسن الاحوال دايما يا رب. النهارده معانا بقى سيشن الحل بتاعت ال O3 بارت 1 اللي اتكلمنا فيها عن السيل ممبرين وجزء من الديفيوجن او جزء يعني من الترانسبورت بتاع الممبرين. اتكلمنا عن الباسيف ترانسبورت وانواعه اللي هو السمبل ديفيوجن والفاسيليتيد ديفيوجن. فهنحل النهارده عليهم. وعارف ان السيشن نزلت متاخر قوي، يعني نزلت بعد سيشن الشرح باسبوع، ودايما يعني كنت برفعها يا في نفس اليوم يا تاني يوم بالكتير، بس والله اعذروا لي، الدنيا كانت ملخبطه شويتين الاسبوع ده. لان وقت ما انا صورت سيشن الشرح انا كان عندي بعدها بالظبط 6 ايام عملي، او باسبوع ولا عملي، اللي هو انا لسه ممتحن النهارده مثلا، النهارده لحد اللي هو 2/11، يعني النهارده لسه جاي من العمل بتاعي، جاي بصور السيشن بتاعت الحل ايه، وعندي عملي تاني الاربع يعني، بس قلت انا مش هاخرها اكتر من كده. وانا كمان اصلا بدي السنه تانية، يعني المفروض تبقوا عارفين، او لو مش عارفين فانا بدي السنه تانية برضه. ف خلال نص الاسبوع كنت بصور سيشن ليبي، فغير المذاكره غير كل حاجه يعني، والعمل جابني في الشوال ده نوعا ما، مش في الشوال قوي يعني، يعني ده جزء من العمل بتاعي. الجرات دي كلها عضل لا هيئته الحقيقيه. فالحاجات دي يعني طبعا مخيفه 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 مخيفه. وقالوا لنا هيجي منهم 2 بس. دخلت الامتحان النهارده لقيتهم جايبين 4. يعني الصلاة على النبي، أنا أصلا الحاجات دي كلها، ده الفايل اللي يجي منه الامتحان 68 صفحة، يجي منه في الآخر 7 أسئلة ولا 8 أسئلة، جابوا 9 في الأناتومي يعني تحديدا. وكل ده يعني أنا ما اهتمتش أوي بالجرات دي عشان خاطر قالوا هما جارين بس اللي يجوا، فأنا يعني قلت إيه على الله، ذاكرتهم نوعا ما بس مش قوي. دخلت لقيتهم 4 في الامتحان، غلطت غلطتين كده تقريبا، كل واحدة نص، ربنا يعوض بقى. فما علينا يعني. ان شاء الله خلاص فاضل اخر سيشن في الشهر ده، ولو الشهر الفيه من الكورس بتاعي هنشرح فيها ال O3 بارت 2، هتنزل ان شاء الله اخر الاسبوع ده آه مع الحل بتاعها، ونكون خلصنا. والشهر الجديد ان شاء الله هنزل تفاصيله في بوست هنا على اليوتيوب، وكمان في الجروبات بتاعتي. فلو حد لسه مش في جروب، الجروب هيبقى لينكه في الديسكريبشن، والفايلات كلها في الدرايف اللي في الديسكريبشن برضو. وعشان نطولش كتير بقى نبتدي بسم الله. دلوقتي أول سؤال بيقول What is the primary structural component of cell membrane؟ ال primary structural component اللي هو بيعمل لنا السيل ممبرين، اللي هو بيبقى شكله عامل كده، قلنا بيبقى عبارة عن إيه؟ باي لير، صح؟ عبارة عن جزئين كده باصين لبعض، وقلنا الجزء ده كنا بنسميه إيه؟ دوت الهيد بتاعتنا اللي هي كانت الفوسفيت، فوسفيت هيد. وقلنا عندنا التيلز التيل ده كنا بنقول عليه اللي هو إيه؟ ليبت تيل. يبقى المين كومبوننت او الاستراكشر كومبوننت بتاع السيل ممبرين اكيد مش النيوكليك اسيد. ليه؟ النيوكليك اسيد دي بتاعت الدي ان ايه والار ان ايه، اسمه اصلا دي اوكسي رايبو نيوكليك اسيد، وده اسمه رايبو نيوكليك اسيد. فالنيوكليك اسيد دي هنوصلها في ال او 4 لسه، دي في ال او 4 اللي هو ال او بعد ده على طول هنتكلم فيه على الدي ان ايه والار ان ايه الحاجات دي. فوسفوليبيد هو فوسفوليبيد نعمل فوسفات وليبيدز، يبقى دي اجابتنا. كربوهيدرات ديت بتاعت الجلوكوز واللايكوجين، الحاجات دي سكريات عامة، اللي قلنا ان هي بتبقى عبارة عن ايه؟ سي اتش 2 او. والبروتين ديت المونيمر بتاعها الامينو اسيد اتكلمنا عليه، بروتين لا برضه مش بروتينز، فهي فوسفوليبيد صح. طيب بعد كده بيقول لنا the fluid music نودل describes the cell membrane as. الفلويد موزيك موديل ديت هي كلمة لو هنقسمها، احنا عايزين نفهم شرح او كلمة فلويد دي والموزك دي، الموديل دي كده اللي هي عينه يعني مثلا. ففلويد ديت بتشير لحركه السيل ممبرين، ان هو عباره عن ايه؟ عباره عن فوسفوليبيد. فالفوسفوليبيد هو مش ريجيد. اللي حصل ده ما علينا، ارجع يا عم. واقفه خالص، لا 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 والله. فاحنا كنا بنتكلم الفوسفو. يا راجل بقى، طب اظبط الحوار ده اجيلكم نكمل.
احنا قلنا الفلويد دي بتشيل ان هو عباره عن ايه؟ فوسفوليبيد. الفوسفوليبيد ده لا هو يعني لا هو ريجيد ولا هو يعني سموث خالص، هو ما بين البنين، يعني نص فلويد كده بيتحرك بس مش سريع أوي ولا بطيء قوي، لا ولا ريجيد ولا سموث. والموزك ديت الكلمه دي بتشير انه في ايه؟ في امبيدد اورجانز او امبيدد موليكيولز، بس في حاجات محطوطه في النص. ففلويد موسد موديل لما نوصل سيل ممبرين فهو عندنا فعلا هو عباره عن فوسفوليبيد بايلير، يبقى فلويد عادي، يعني في فلويدتي بيتحرك زي ما اتكلمنا على العوامل بتاعته، زي اللي هو ايه؟ الكينكس مثلا، اللي هو الليبيد فورمولا عامة. قلنا ان هو مثلا يا ساتوريتد بالهيدروجين يا نون ساتوريتد. قلنا عندنا الكوليسترول، قلنا عندنا التمبريتشر، وبيبقى في امبيدد هنا ايه؟ قلنا بيبقى عندنا هنا ممبرين، صح؟ قصدي بروتينز. فلما يجي لك كلمه فلويد ميوزك موديل دي دور دايما على فوسفوليبيد بايلير ويز امبيدد بروتينز، هي مش هتبقى غير كده. لا ريجيد ستاتيك لاير اوف بروتينز، هو اصلا حتى ما جابش سيره الفوسفوليبيد. الفوسفوليبيد ده لسه حلينا هنا اهو، قلنا البرايمري ستراكشر هو الاساس بتاع السيل ممبرين. ولا سنجل لاير اوف فوسفوليبيد، انت لو قرات بقى الاختيارات هتقول سنجل لاير اوف فوسفوليبيد، لا هي دبل لاير اصلا. وستراكشر كومبوزد برايمري اوف كربوهيدرات، لا هو مش من اساس كربوهيدرات، هو فوسفوليبيد. ففوسفوليبيد باي لاير ويز امبيدد بروتينز كان موف. تمام. بعد كده بيقول which of the following would increase membrane fluidity. نرجع مع بعض، ايه اللي ممكن increase؟ ان يبقى فيه ايه؟ not saturated lipid، صح؟ اللي هو ايه؟ بيبقى عامل كده، عامل تنايات لو تفتكروا، كينكس. وعندنا ان ايه؟ يبقى فيه كوليسترول، بس هو مش عامل قوي. هنسترجع معانا ان الكوليسترول ده فلويدتي بفر زي ما قلنا، هو بيحافظ بس على الفلويدتي انها تفضل ثابته. اذا كان مثلا درجه الحراره عليت فهو ما يخليش الفوسفوليبيد يسيح وينتشر كده، يفضل ماسكه ببعض. ولو مثلا درجه الحراره قلت ما يجمدش، يحاول ان يبقى فيه حركه. ده بالنسبه للكوليسترول، ان احنا التمبريتشر تزيد، ده عشان ينكريز الفلويدتي. طب تعالى ندور على دول من الاختيارات. هاي برسنتج اوف ساتيوريتد، لا احنا قلنا نون ساتوريتد فدي غلط. لو تمبريتشر قلنا هاي تمبريتشر. هاي برسنتج اوف انساتوريت، خلاص صح. وهاي كوليسترول كونتنت ان وورم بلودد انيمال، الكوليسترول مش بيزود فلويدتي ولا بينقص فلويدتي، هو بيحافظ على الفلويدتي. ماشي. طيب بعد كده how does cholesterol generally affect membrane fluidity at moderate temperatures. at moderate temperatures يعني التمبريتشر متغيرة، هو بيعمل ايه الكوليسترول؟ it makes the membrane more rigid and less fluid، لا هو بيخليه fluid. it has no effect on fluidity، لا هو بيأثر على fluidity بس بيعمل ايه؟ هي decrease fluidity at high temperature. ان high temperature لما نزود temperature هنلاقي الممبرين بيسيح عن بعضه كده، بيبعد عن بعض. فالكوليسترول دوره هنا ان هو بيربطهم مع بعض. طب لو قللنا التمبريتشر هنلاقيهم بقوا لازقين في بعض قوي كده. فالكوليسترول بيجي ايه؟ بيخش في النص كده وبيفصل ما بينهم، يخلي محافظ على الفلويدتي انها تبقى شغاله. ف it decreases fluidity at high temperature و increases it at low temperature. ليه؟ لان احنا لما بنزود التمبريتشر الفلويدتي بتزيد، واحنا عايزينها تفضل ايه؟ في المودريت، مظبوطه، معدوله، فبيقوم مقللها. ولو قللنا درجه الحراره هو بيقوم معليها. يعني لو قللنا درجه الحراره قصدي، فالفلويدتي بتقل فهو بيقوم معليها. بتقول انتراكت ويز بروتين نو ليبيدز، هو اصلا محطوط في الليبيدز اساسا، موجود جنب الليبيد تيلز، فلا غلط. طيب facilitated diffusion differs from simple diffusion in facilitated diffusion و simple diffusion. قلنا الاثنين دول عباره عن ايه؟ passive transport. passive transport يعني ايه؟ ما بيحتاجش اي تي بي. هنلاقي اول اختيار بيقول لنا requires energy from ATP، غلط. الكلام ده في الاكتيف ترانسبورت اللي هناخده السيشن الجاي. طيب moves molecules against their concentration، غلط. باسيف ترانسبورت يعني ايه؟ with concentration gradient. يعني لو عندنا مثلا 50 صوديوم بره مثال مثلا، وعندنا ده السيل ممبرين، هو عندنا 5 صوديوم جوه، يقول نقل لي صوديوم من بره لجوه من الاكتر للاقل.
ده الباسيف ترانسبورت عامه، اذا كان سمبل ديفيوجن او فاسيليتي ديفيوجن. طب هو بيقول لي فاسيليتي ديفيوجن differs from simple diffusion انها بتموف المولكيولز اجينست الكونستريشن، وما بيعملش كده اصلا. طب relies on specific transport protein، ايوه صح، هو بيعتمد على ترانسبورت بروتين معينه. السمبل ديفيوجن قلنا بيعتمد على ايه؟ او السمبل، تعالى نعمل سهم فوق كده ونقول ده كانت شانل بروتين، اللي هي يا اما ليك شانل، يا اما قلنا اللايجند جيتد او الفولتج، يا اما ليك شانل، يا اما فولتج جيتد، يا اما بسم الله الرحمن الرحيم، يا اما لايجند. ان اللايجند يمسك يعني مثلا مولكيول معين مخصوص عشان يفتح لنا الشانل دي، فلما يمسك فيها تفتح. والفولتج لما يحصل تغير في الكهرباء، والليك شانل دي مفتوحه على طول. فدول الشانل البروتينز العاديين بيبقوا مفتوحين ومش محتاجين لطاقه، وبيشيلوا مولكيولز اللي هي ايه اسمها ايه دي، السمول نون ليبيد سوليبل. عشان نفتكر مع بعض كده كانت تبقى ايه؟ السمول نون ليبيد سوليبل او سمول ووتر سوليبل، الاتنين زي بعض. انما الفاسيليتي ديفيوجن كانت بتنقل بقى اللارج نون ليبيد سوليبل او اللارج ووتر سوليبل، فعشان كده بتحتاج سبيسيفيك ترانسبورت بروتينز، اللي هي ايه؟ اللي هي يعتبر بالنسبه لنا الكارير بروتين. سبيسيفيك دي دايما بتشيل لكارير بروتين. طيب بعد كده بيقول لنا in passive transport molecules move from an area of low concentration، غلط، low لهاي لا، هي من هاي للو. only through the lipid bilayer without any protein help، لا، في قلنا عندنا بروتين شانين وعندنا كارير بروتين. from area of high concentration to an area of low concentration، صح. in a direction that requires stellar energy، لا، stellar energy ديت active سبورت، لا هناخدها اللي قلنا هناخدها السيشن الجايه. يبقى from high concentration to low concentration هي الصح. طيب نكمل. بعد كده بيقول which type of membrane protein is directly involved in facilitated diffusion. الانزيمز ديت لا ما تخشش في الانزيم، نوع من انواع البروتين بس مش بيخش في الديفيوجن او في الترانسبورت عامه، ولا الريسبتور بروتين ولا الريكوجنيشن بروتين. ريكوجنيشن بروتين يعني بروتينات تعرف، فهي التشانل والكارير بروتين. الشانل ديت مكتوبه هنا ليه؟ قلنا ايه؟ الاكوابورين هو المثال او الحاله الشاذه بتاعت من اكوابورين، يعتبر بروتين الشانل، بس بنستخدمه في الفاسيليتيد ديفيوجن انه بينقل لنا ايه؟ الووتر، من اسمها كده الاكوابورين، اكواي ووتر. طيب بيقول a plant native to a cold climate، يعني نبتة محطوطة في cold climate would likely have a cell membrane with higher proportion of which type of fatty acid to prevent freezing. احنا دلوقتي عندنا نبتة ايه عندي شجرة بس ماشي، هي يعتبر بلانت ومحطوطة في كولد، دي مثلا ايه؟ نعتبرها، كنت هقول نعتبرها ايس، دي ايس اهي، وايس 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 كتير. واحنا عندنا دلوقتي لو خدنا مثلا كات سيكشن من هنا هنلاقي السيل ممبرين ايه؟ لازق في بعضه كده. طيب اول حاجه تيجي في دماغك هتقول كوليسترول. طب هو موجود كوليسترول هنا؟ ساتوريتد فاتي اسيد، انساتوريتد فاتي اسيد، شورت تشين فاتي اسيد، ترانس فاتي اسيدز. فتقول لا، هو دلوقتي مش عايز الكوليسترول، هو عايز يلعب على حته الفلويدتي من ناحيه الساتوريتد للنون ساتوريتد فاتي اسيد. يبقى لما يبقى عندنا تمبريتشر قليله اللي هي كولد، ايه اللي بيحصل في الفلويدتي؟ الفلويدتي اللي هي الاف بالتجريز. فاحنا دلوقتي عايزين ايه عشان نحافظ على الفلويدتي؟ عايزين نعلي الفلويدتي، صح. يبقى نعلي الفلويدتي بايه؟ ساتوريتد فاتي اسيد ولا ان ساتوريتد فاتي اسيد؟ يبقى ان ساتوريتد فاتي اسيد هي اللي هو اللي عايزها. احنا هنقوم عاملين كده بقى كينجز كده، يبدا ان هو يرجع للفلويدتي بتاعته. مفهومه؟ وصلت؟ حته ان هو ايه؟ لا، مش عايز كوليسترول، هو عايز يلعب على حته الفاتي اسيدز. اذا كان ساتوريتد مشبعه بالهيدروجين فهتبقى عامله كده لو تفتكروا الرسمه، ولا ان ساتوريتد اللي هي فيها تنايات اللي هي الكينجز كده. فطبعا لما يبقى في تنايات فالفلويدتي هنا اعلى وهنا الفلويدتي اقل. فدلوقتي الفلويدتي قليله واحنا عايزين نعليها، عايزين نظبطها، فاكيد هنستخدم النون ساتوريتد او الان ساتوريتد فاتي اسيد.
طب بعد كده بيقول what happens to the permeability of a lipid bilayer as temperature decrease. احنا قلنا عندنا من الفاكتورز اللي بتأفكت البرميابيليتي او الترانسبورت ان لما التمبريتشر بتقل البرميابيليتي سواء بالبي هتقل، ولو التمبريتشر زادت البي هتزيد. ليه؟ لان التمبريتشر بتخلي فيه اكشن، في حركه مستمره، او الحركه تزيد على سطح الخليه او سطح الممبرين يعني تحديدا، فتخلي البارتكلز تتحرك اسرع وتخش اسرع ويبقى فيه برميابيليتي اكتر. فانما لو قلت يبقى العكس هتقل، يبقى permeability of lipid barrier لما التمبريتشر decrease it decrease. Which factor doesn't affect the rate of simple diffusion across a membrane؟ ايه اللي ما بيأفكتش simple diffusion across a membrane؟ ال steepness of concentration gradient. ال concentration gradient بيأفكت، هي بنتكلم في فاكتورز بتأثر على الترانسبورت. concentration gradient كل ما الكونسنتريشن يزيد كل ما الترانسبورت هنشنه بالتي ترانسبورت هيزيد. طب التمبريتشر برضو، التمبريتشر لو هتزيد يبقى الترانسبورت برضو اللي هو تي هيزيد. availability of ATP مالهاش علاقة، هي دي الإجابة بتاعتي. ATP ديت في الأكتيف ترانسبورت، هي اللي هي بتبقى عكس الكونسنتريشن. ده هنتكلم عليه سيشن جاي بالتفصيل، بس كلمة معينة بس أو كلمة صغيرة يعني عشان نبقى فاهمين ليه اخترنا دي. إن إحنا دلوقتي عندنا الأكتيف ترانسبورت ده بينقل من الصغير للكبير. لو عندنا 5 صوديوم فوق ويعني 5 صوديوم هنا وشدينا سيل ممبرين اهو وبره 50 صوديوم، هو بيقول ناقل من دي لدي، فبتبقى محتاجه اي تي بي، بتبقى محتاجه طاقه عشان تكمل. انما احنا بنتكلم في سامبل ديفيوجن، يعني هنا عندنا بقى نفس ال 50 صوديوم وعندنا سيل ممبرين وعندنا 5 صوديوم، وهنا اهو بيقول ناقل من ال 50 ل 5، فهو مش محتاج اي تي بي. فافيلابيلتي اوف اي تي بي او اللي هو وجود الاي تي بي مش هيأثر باي حاجه على سامبل ديفيوجن، فدي اجابتنا. والسايز اند بولاريتي اوف مولكيول، طبعا كل ما السايز يزيد كل ما الترانسبورت هيقل، ان الليكويد بقت اكبر فمحتاجه وقت اكتر عشان تعدي. انما لو السايز قل الترانسبورت هيزيد. يبقى دي غلط ودي غلط ودي غلط، هي دي صح. طب an ion channel that open in response to change in membrane potential. membrane potential يعني في الفولتج، يعني في الكهرباء، يبقى voltage gated channel. سؤال درجه ضربته ومنونه. طب the phase of the phase selectively permeable in reference أو in reference to cell membrane means that only water can pass through. يعني مثلا selectively permeable ديت هل المية بس هتعدي؟ لا، selectively ممكن تعدي حاجات كتير، ممكن تعدي صوديوم بوتاسيوم حاجات كتير، فلا. all materials that can enter and leave the cell freely جملة ممكن نفكر فيها. طب the cell get to choose what molecules enter، جملة برضو ممكن نفكر فيها. some substance can cross more easily than other، برضو جملة ممكن نفكر فيها. طب ايه الحيرة دي؟ لو عايز تبصمج فهي دي هتبقى دي some substance can cross more easily than others. طب ليه مش بي وليه مش سي عشان نبقى فاهمين؟ all materials can enter and leave the cell freely، وده ما بيحصلش، لأن ده لو حصل فمعلش يعني الخلية مثلا لو هي محتاجة صوديوم، مثلا محتاجة ايه صوديوم، والصوديوم قام طالع بره، دي اوت. في صباح الفل مثلا في ميه واحنا عايزينها تخش الخليه بس ما دخلتش، في صباح الفل. فهو الحوار مش في ايد الماتيريالز، فالماتيريالز كان انتر اند ليف ذا سيل فريلي. وفريلي دي برضو يعني ليها كذا معنى، ليها المعنى اللي احنا شرحناه هنا، وليها طريقه تانية ان هي بتعدي من مثلا الليبيد. في حاجات هيدروفوبيك، قلنا الليبيد ده هيدروفوبيك ما بيتعاملش مع مثلا مع الكمبوز، ما بيتعاملش مع الووتر ذات نفسه، فهو مش فريلي، بيحصل عن طريق احتياج الخليه، وبيحصل عن طريق حاجه تانية اللي هي ايه الترانسبورت، اللي هو الهيدروفوبيك ريجن والهيدروفيليك ريجن بتوع السيل ممبرين بتوع الفوسفوليبيد. فعشان كده بي مش هتنفع معانا. طب وسي the cell gets to choose what molecules enter. الخليه عندها حريه اختيار انها تختار ايه اللي يخش. هي جمله تنفع بس هي ما بتوصفش السلكتيفلي بيرمابل. هي جمله تنفع احنا نوصف السيل ممبرين عامه، يعني السيل ممبرين، او مثلا لو هنوصف السيل ذات نفسها ان السيل تقدر تختار اللي ممكن يخش، ان هي بتبقى محتاجه حاجات بس مش دايما، لان احنا هناخد برضو السيشن الجايه اللي هو ايه الاوزموزس. الازموزس دي حركه ساعات بتتم غصب عن الخليه،
انها بتبقى معتمده على تركيز الاملاح اللي موجوده. يعني اوزموزيس اللي هي اوزموزيس دي حركه ميه عامه، الميه دي ترانسبورت خاص بيها ضمن الباس الترانسبورت هناخده السيشن الجايه، بيبقى معتمد على اصلا على عوامل تانية، فهي ما بتقدرش انها تختار برضو في مزاجها دايما اللي يقدر يخش. انما سيلكتيفلي بيرموبل تقدر انها توصف لي اللي بيحصل بشكل اكبر في حته ان some substance كان كروس مور ايزلي ذان اذر، اللي احنا بنتكلم فيه الايه في الليبس سوليبل كده، الحاجات اللي هي زي الاكسجين كربون دايوكسيد، الحاجات دي الفاتس، كل دي بتعدي من السيل ممبرين عادي، من ليبيدز عادي. انما في حاجات تانية بتحتاج الشانل البروتين والكارير البروتين والحاجات دي. فعشان كده هي دي الجمله المناسبه الصحيحه لسؤالنا. ثانيه كده بس. طيب نكمل. دلوقتي بيقول which statement best describes a carrier protein in facilitated diffusion. carrier protein يبقى ندور على كلمة specific. hydrolyzes ATP to bomb protein، مفيش specific. it forms hydrophilic bore for ions to pass through. هي ما بتعملش كده، مفيش اصلا نوع ترانسبورت بيعمل هيدروفيليك بور، يعني كلام كده مالناش دعوه بيه برضه. it binds to specific molecules and it changes shape to move it across the cell membrane. هي بتاعت السيل ممبرين عندنا اهو، ودي الكارير بروتين اهو، دي جت مسكت في الكارير بروتين اهو، بتقوم قلبه نفسها، يعني مثلا نعتبر ان ده تغير في الشكل عشان تقوم ندخلها. ده اللي بيحصل في الكارير بروتين. هي متميزه بحاجه زي ما قلنا في السيشن اسمها specificity. التميز، بتتميز بشكل معين بتنقل بيه موليكيولز معينه. وات كونكتس دايركتلي تو سايتوسكيلتون فور سبورت. ده في المايكرو فيلامنت والحاجات دي خدناها في الاوتو، مالناش دعوه بيها برضه. طيب if you were to double the concentration gradient of molecule crossing by simple diffusion, what would happen to the rate of diffusion؟ قلنا الكونسنتريشن كل ما يزيد يبقى الترانسبورت هيزيد، او مثلا نتكلم دلوقتي على الريت بقى، الريت هيزيد، فعملنا دبل يبقى ذا ريت والدبل. بس سهله سهله خالص. which of the following is the direct result of saturated phospholipid tails packing tightly together؟ saturated phospholipid يبقى هي decrease الفلويد، او ممكن يعملوا ايه؟ يبقى مور ريجنت. طب ولما اتكلمنا برضو على فاكتور تاني واللي هو البرميابيليتي، قلنا كل ما يعني التايتنس او مثلا السيكنس او التايتنس تزيد، ده يعمل لي ايه؟ يخلي برضو الريت يقل، الريت بتاع الترانسبورت يقل. فدلوقتي لما يبقى عندنا ساتوريت فوسفوليبيد، هل انكريز الممبرين فلويدز؟ لا طبعا، هو هيخليه مور ريجيد ممبرين، دي صح. طب ديكريز دي ممبرين بريميابيلتي، لان دلوقتي ساتوريتد هو بقى عامل كده، انما الكينكس تبقى عامله كده، ففي مساحه انها تخلي مثلا الحاجات زي الاكسجين كربون دايوكسيد تخش اسهل واسرع، فديكريز دي ممبرين بريميابيلتي برضه صح، فيبقى بوث بي ان سي. طيب what is the role of the hydrophobic interior interior of the phospholipid؟ الهيدروفوبيك ريجون اللي هي بتاعت ايه؟ بتاعت الليبيد تيلز. نرسمها في الوسع هنا احسن. دي الهيدروفوبيك ريجون. it acts as a barrier to barrier يعني حصن to the passage of ions and polar molecules، ولا attract water soluble substance، ولا store cellular energy، ولا provide a site for ribosome attachment. انت لو مش فاهم حاجه وقرات الاختيارات، هيدروفوبيك يعني بتخنق الميه، هتعدي ووتر سوليبل لا، ستور سيلولار انرجي مفيش حته في السيل تشيل انرجي اصلا، سايت فور رايبوزوم اتاشمنت مفيش حته، يعني مفيش رايبوزوم بيمسك اصلا على السيل ممبرين برضه، فهي هتبقى ايه؟ نفهمها اتس اكت
بارير الله يمول خاص او حصن، يعني ان هو بيمنع دخول الايونز والبولر موليكيولز. وهو قلنا فعلا الهيدروفوبيك بيدخل ايه؟ نون بولر. النون بولر زي ايه؟ زي الاوكسجين، زي الكربون دايوكسيد. لما قلنا الايونز مثلا زي البوتاسيوم زي الصوديوم، دول قلنا بيعدوا عن طريق الليكي تشانل مثلا، او عن طريق الصوديوم بوتاسيوم تشانل والحاجات دي. البولر موليكيول زي الميه مثلا لما بتعدي عن طريق اكوابورين، فيبقى ما بيعدوش عن طريق الهيدروفوبيك، بيعدوا عن طريق البروتينات. فالهيدروفوبيك دورها بتعمل ايه؟ هي حصن بتمنع وجود او بتمنع دخول الايونز وبولر موليكيولز. دي الاجابه الصح، مش هتنفع لا دي ولا دي ولا دي. طيب a molecule that is small صغيرة non polar زي مثلا الأكسجين and hydrophobic يعني تعدي من الليبيد تيل عادي would most likely cross a cell membrane بيها ايه؟ دور دلوقتي على lipid bilayer اهي، يبقى دي الصح. simple diffusion through a lipid bilayer active transport لا. هو دلوقتي هو جايب سيرة الكونسنتريشن جريدينت، بس هو السؤال ده هو هدفه ان هو عايز يعرف ان انت فاهم ان انت او عارف ان الليبيد بايلير بيدخل الحاجات اللي هي النون بولر والهيدروفوبيك، انما البولر والهيدروفيليك بيعدوا عن طريق بروتين تشانل. يبقى كلمه هيدروفوبيك دي خلاص خلتنا ان احنا نقول ان هو ليبيد بايلير، وكلمه نون بولر دي قوت المعنى، فهي مش هتنفع لها فاسيلتي ديفيجن ثرو شانل ليه؟ مش محتاجه، ولا كارير بروتين هي مش محتاجه برضه. طيب why can't ions like sodium and potassium diffuse directly through lipid membrane؟ لان هم يعني مش عشان هما طول لارج لا، ولا ان هما جيت ستوك يعني مثلا جيت ستوك دي اللي هو عالق، ان هو يعني بيتحبس جوه او برضه ما بيتحبس، ولا عشان عند الاكوليبريم. هو عشان خاطر التشارج اللي عليهم هي ايون. ايون يعني ايه؟ ايون يا بوزيتيف يا نيجاتيف، عليها شحنه، يعني لسه تقدر تعمل رياكشن صح؟ فبيحصل لهم ريبلشن او ريبالشن، قصدي ريبالشن، بيتنافروا مع الهيدروفوبيك كود بتاعه الليبيد دي. يعني شرح الحته دي مش مهم عليكم، بس هو ليه الصوديوم والبوتاسيوم ما بيعدوش عن طريق الليبيد بارير؟ لان هم تشارجد هيدروفيليك، هم هيدروفيليك بيحبوا الميه، فمش هيخشوا من حته هيدروفوبيك بس خلاص. طيب بعد كده بيقول which of the following isn't a form of passive transport؟ الباسيف ترانسبورت عندنا سيمبل ديفيوجن وعندنا فاسيليتي ديفيوجن. عندنا نوعين كمان هما الفلتريشن بلس الاوزموز. الفلتريشن مش عليكم، الفلتريشن ده يا جدعان هو عباره عن ايه؟ يعني كلمه بسيطه كده وهتاخدوها في ثالثه ثانوي اصلا. الفلتريشن ده اللي هو بيبقى معتمد على الهيدروستاتيك بريشر. يعني ايه هيدروستاتيك بريشر؟ عندنا في حاجه في الكدني، في الكليه، او لا الا صندوق كده دي اسمها ايه؟ بومنز كابسيول. بومنز كابسيول. البومنز كابسيول ديت بيبقى جواها دم كده، او يعني دم، ده الدم مش لم على بعضه كده، بنسميها جلوميولار. واحنا عارفين ان الكدني هي المكان اللي بيحصل فيه فلترة الدم عشان يطلع عن طريق ايه؟ يورين. طيب اسمه ايه ده؟ لما الارتري مثلا، ده الارتري اهو داخل بالدم اللي عايز يتفلتر، طب الدم ده عشان ننقله من هنا لجوه الكدني بقى، ده الكدني من جوه، بننقله عن طريق حاجه اسمها فلتريشن، فلتر من اسمها هي فلتره، وبتبقى عن طريق حاجه اسمها هيدروستاتيك بريشر. فدي يعني من هاي كونسنتريشن للو كونسنتريشن، فبنعتبره من ضمن الباسيف ترانسبورت. بس هو مش نوع ترانسبورت، يعني مش زي سيمبل ولا فاسيليتيت ديفيوجن، هو نوع كده من انواع الباسيف ترانسبورت زي الازموزيس والفلتريشن، دول انواع، فهي مش دول برضه. الصوديوم بوتاسيوم بامب ديت دوت في اي بي ان اكتيف ترانسبورت، هو المثال الاشهر في الاكتيف ترانسبورت. الصوديوم بوتاسيوم بامب دي بتعتمد على الاي تي بي، وبتنقل الصوديوم والبوتاسيوم عكس الكونسنتريشن بتاعهم، فهي دي الاجابه بتاعتها. هي دي مش الباسيف ترانسبورت، ده مش نوع من انواع الباسيف ترانسبورت، دي اكتيف. انما سيمبل ديفيوجن وفاسيليتي ديفيوجن دول اكتيف قصدي دول باسيف والفلتريشن ده شرحته لكم هنا اهو، بيبقى معتمد على حاجه اسمها هيدروستاتيك بريشر، بينقل برضه من كونسنتريشن عالي لكونسنتريشن قليل، بس بطريقه ثانيه غير الاساسيه بتاعت الباسيف ترانسبورت يعني، بس هو يعتبر نوع من انواعها.
طيب how does an increase in temperature affect the fluidity of the membrane؟ شرحناها كتير. an increase in temperature يبقى increase الفلويديتي، يبقى fluidity decrease غلط، fluidity increase as lipid gain kinetic energy and move more صح. not affected غلط برضو، و fluid first increase then decrease sharply غلط. يعني انت برضو ما تسرحش مثلا وتقرا، او مثلا لو جاب لك الاختيار ده في بي وجاب لك الاختيار ده في دي، فانت وانت بتعدي بتقرا هتقرا دي الاول تقول فلويد فيرست انكريز وتقوم مختارها، لا يعني اقرا للاخر. طب بعد كده بيقول a glycoprotein is a molecule involved in cell recognition that is composed. قلنا كلمه جلايكو دي لما اشوفها اعرف ان هي كربوهيدرات صح. كربوهيدرات بنقول عليها جلايكوجين، جلايكو بروتين، جلايكوليبيد، مش عارف ايه، وبروتين يعني بروتين، يبقى كربوهيدرات وبروتين. يبقى عندنا فين بروتين وليبيد، بروتين، كربوهيدرات، ايه خلاص مش محتاجين نكمل. Which property of a molecule would make it most difficult to pass directly through lipid bilayer؟ اللي يخليها اصعب انها تعدي، يعني حاجه بتقلل الريت بتاع الترانسبورت. هل السمول سايز؟ لا، كل ما السايز يقل طبعا الريت هيزيد. being non-polar، لا النون-بولار هيعدي عادي، او يعني مش دي الاجابه اللي احنا عايزينها. being positively charged لسه نفس السؤال بالظبط، هو يعني فين بوزيتيف صوديوم، بوزيتيف بوتاسيوم اللي هو الايونز، يعني they are charged hydrophilic repelled by hydrophobic core، يبقى دي الصح بتاعت. وبين هيدروفوبيك لا برضه هيدروفوبيك يعني هيعدي عادي. واحنا قلنا نفس حته نون-بولار فين؟ هي سمول نون-بولار هيدروفوبيك بيعدي من الليبيد بايلير. الاسئله بتربط ببعضها كده، خليكم صحصحين للكلام يا اخواتي. طيب بعد كده the process by which a specific substance is moved down its concentration gradient اهو. يعني مثلا concentration gradient نزل يعني من الكونسنتريشن العالي للكونسنتريشن الأقل with help of carrier protein without energy. carrier protein يعني كلمة ايه؟ يعني specificity يعني فيها سهين، فالسهين دول بيعقدوا النطق بس هي مفهومة ايه. طب قلنا specificity ديت بتشيل ايه؟ بتشيل فين اهي facilitated diffusion، حفظناها بقى المفروض. carrier protein or facilitated diffusion، شانل بروتين عادية بس بالديفيوجن. عندنا أقوى بوريب هي شانل بروتين بس شغالة مع الفاسيليتيد ديفيوجن بس كده. طيب بيقول if cholesterol content of an animal cell membrane was drastically reduced، قل بكتير الكوليسترول قل. طب قلنا الكوليسترول دوت لما يقول كده حاجة زي كده انت في دماغك قبل ما تقرا الاختيارات قال لك الكوليسترول قل. طب الكوليسترول في العادي هو بيعمل ايه؟ وظيفته ايه؟ فلويديتي بفر صح. يعني ايه فلويديتي بفر؟ يعني لو هنعمل سهمين كده ولو هنا تمبريتشر بتزيد فهو بيعمل ايه؟ بيقلل الفلويديتي. التمبريتشر بتزيد يعني الفلويديتي هتزيد فهو بيقوم مقلل الفلويديتي. طب لو التمبريتشر قلت جو ساقعه يعني هيلزقوا في بعض فهو محتاج يخليهم فلويد اكتر فبيقوم مزود فلويديتي. احنا دلوقتي قللنا الكوليسترول ده خالص، يبقى اللي هيحصل ايه؟ العكس، لما التمبريتشر تزيد هتلاقي الفلويدتي بتزيد، لما التمبريتشر تقل هتلاقي الفلويدتي بتقل. يبقى بيكون ايه؟ more fluid at high temperature and more solid at low temperature. احنا مش محتاجين نكمل الباقي خلاص. less fluid at high temperature and more fluid at low temperature ديت اصلا الدور بتاع الكوليسترول العادي، انما هو بيقول لك هنا reduced فليه لا؟ وان افكتد طبعا لا، لان الكوليسترول اسمه ايه؟ فلويدتي بفر. ومور بيعمل تو لارج بولر من هيلز الكوليسترول ما بلوش علاقه بالبرميابيليتي بتاعت الترانسبورت بتاع السيل ممبرين خالص. طب بعد كده بيقول لنا وات از ذا برايمري درايفنج فورس فور اول تايبس اوف باسيف ترانسبورت. البرايمري درايفنج فورس يعني الحاجه بتخليه يتحرك، ايه اللي بتخلي الحاجه تتحرك في الباسيف ترانسبورت؟ طبعا الكونسنتريشن جريدينت. فالفين كونسنتريشن جريدينت هنا اي تي بي هيدروليسيس صوديوم بوتاسيوم بامب كاينيتيك انرجي اند كونسنتريشن جريدينت كاينيتيك انرجي الطاقه الحركيه مع الكونسنتريشن جريدينت بيبقى عالي من العالي للاقل، فده بيخليه انه يتحرك عادي بسهوله عن طريق الباسيف ترانسبورت من غير اي طاقه. بس كده خلصنا الحمد لله. رب تكون كانت سيشن خفيف عليكم. ما تنسوش تخشوا الجروبات طبعا اللي في الديسكريبشن تاني عشان خاطر الكورس خلاص هيبتدي قريب والاسعار هتبقى جامده موت. يعني انا لو مكانكم هشترك عامه
اسعار لقطة بس هتعرفوها وقت ايه البتاع. خلينا دلوقتي احنا في الشهر الفري الجميل مع بعض بنخلص الدنيا اهو. ولو في اي حاجة واقفة معاكم يعني اسألوني، ابعتوا على رقمي موجود في الديسكريبشن الشانل عموما، وهتلاقوا الجروبات في الديسكريبشن وانا موجود في الجروبات لو حد عايز اي حاجة يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.